القرد القردودي بتعمل ايه؟ بتشيل توب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ المرة اللي فاتت انا سايبك انت كنت رايح المدرسة. لا حول ولا قوة. ايه اللي حصل لك؟ هو الشغل مش عيب، ما فيهاش حاجة، بس انت المفروض كنت تكمل علامك. انا سايبك المرة اللي فاتت تعمل كده. ولا الراجل ده خطفك؟ انت خطفته؟ خدته من باباه؟ رد عليا يا عم بالهرم اللي انت لابسه على دماغك ده. خطفوه، خطفوه، ضيعتوا مستقبله. ده كان ابتدى يروح المدرسة على فكرة. ولا هو بيشتغل هنا بعد الظهر ولا ايه؟ عشان يساعد بابا؟ حد يفهمني قصته، حد يفهمني قصته. طب بس انا عندي رجاء عند حضرتك، خلي بالك منه ده. لا ده متربي على فكرة، ده بيصحى يغسل سنانه الصبح، وكان بياكل بطاطا وذرة. على فكرة يمكن عين وصابتك يا قردودي. لا هي عين وصابتك يا قردودي، لان انا كنت واحد من الناس، يعني كنت منبهر منك. يعني انت كنت بتعمل حاجات ولادي ما بيعملوهاش. انت كنت بتصحى تغسل سنانك. هي عين وصابتك. الدنيا باظت. متر الطوب عندكم بكام دلوقتي؟ والاسمنت، طن الاسمنت عامل كام؟ اسال لنا كده الراجل ده. حضرتك اقنعته ازاي؟ معلش حضرتك اقنعته ازاي انه يسيب العلام ويجي يشيل لك طوب؟ ده سؤال انا عمال اساله، محدش بيرد عليا. ايه اللي بيحصل؟ ده ايه؟ ده انا مش فاهم. ده حقيقي؟ ده حقيقي؟ ما انت حقيقي، ما انت حقيقي اذا كنت رحت المدرسه. يعني مش لما يطلبوا منك تشيل لهم شويه طوب دي سهله يعني. الشغل مش عيب يا قردودي على فكره. وخلي عندك امل، انا شفتها كذا مره يعني. كانت قصص كفاح ونجاح. ابتدى مثلا عامل حاجه وبعدين بقى مقاول كبير وبقى عنده اراضي وعمارات. لا بتحصل، بتحصل. ايه الموضوع؟ كل التوفيق، كل التوفيق يا قردودي في كاريرك الجديد ان شاء الله. وان شاء الله نجي لك زياره في المكتب الهندسي بتاعك. في ايه؟